أكثر عن الفريق الاتحادي ومدى جاهزية الفريق الاتحادي. ينضم إلينا الآن الأستاذ وائل النجار المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد. أستاذ وائل، نمسي عليك عبر السعودية الرياضية. مبدئيا نتحدث عن ثاني لقاء لكم في دوري عبد اللطيف جميل، كيف هي الجاهزية خاصة بعد الفوز الكبير في أولى لقاءاتكم؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله أن الفريق اليوم يكون جاهز، يعني جميع اللاعبين متواجدين إن شاء الله بإذن الله تعالى. الروح معنوية مرتفعة خصوصا بعد فوز على الفريق الشبابي. إن شاء الله نجوم الاتحاد قادرين إن شاء الله يقدموا المستوى المطلوب منهم ويحققوا الثلاث نقاط. طبعا الفريق يعني احنا عارفين انه فريق العروبه ليس بالفريق السهل، صح انه صاعد من دوري ريكا وخسر مباراته الاولى، لكن مباراه اليوم على ارضه كاول مباراه له في الدوري على ارضه بين جماهيره. ان شاء الله باذن الله تعالى يعني جميع هذه الامور في الحسبان، وباذن الله تعالى ان الفريق يقدم المستوى المطلوب ان شاء الله ويحقق النقاط. والغياب الاسم الاجنبي في خارطه التشكيله الاتحاديه مؤثر على المستوى الفني؟ ان شاء الله الموجودين فيهم الخير والبركه. لم يزعج السيد بينات؟ والله هذه امور اكيد يعني داخل الفريق ما بين اداره وما بين مدرب، يعني ان شاء الله باذن الله تعالى في المباريات المقبله ان شاء الله نتمنى انه يكونوا متواجدين معنا، بس ان شاء الله الموجودين فيهم الخير والبركه وان شاء الله قادرين على كسب المباراه والعوده بجده بثلاث نقاط ان شاء الله. شكرا. شكرا لك.